يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح السعادة. أحلى صباح عليكم، صباحكم مشرق بنور الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل صينية السعادة، هنعمل صينية التوفير، هنعمل صينية تكفي أسرة كاملة، هنعمل أكلة جامدة من الآخر. زي ما انتم شايفين كده عاملين صينية ملهاش حل. تقدري تعملي جنب الصينية دي مكرونة، تقدري تعملي جنبها رز، تقدري تعمليها زي ما انا عملت كده، هاكلها بالعيش مع الطماطم والجرجير والفلفل. أكلة جامدة جدا وموفرة جدا وكلها بروتين. وبصوا وجبة كاملة متكاملة. فيلا بينا كده نشوف أنا عملتها ازاي وايه وكانت مكوناتي ايه. أنا هنا جبت البطاطس بتاعتي غسلتها كويس جدا، كنت نقعها وغسلتها وحطها بقى على النار. حطيت في الحلة نقطة خل عشان الحلة ما تسودش، وسبتها لحد ما تستوي. أول ما تستوي البطاطس بتاعتي هبتدي أطفيها واسيبها ايه تبرد. هنا بقى جبنا الطاسة، حطيت فيها معلقة من السمنة وحبة من الزيت، وكنت مخرطة بصلتين حلوين كده همت مدملكين، مش صغننين مدملكين كده، كتري وبلاش تستخسري. ونزلت بيهم في الزيت وهقلب بقى البصل مع الزيت لحد ايه ما يدبل. لحد ما البصل بتاعي يدبل يلا نقشر البطاطس. بصوا سخنة واتقشرت معايا هوا، ما خدتش مني اي وقت، كله كده على السريع. هنرجع بقى للبصلة بتاعتنا، ابتدت تاخد لون. هنزل عليها بربع كيلو من المفروم، مش اكتر من كده. شفتوا بقى التوفير، ربع كيلو هيكفي اسرة كاملة وهناكل لما نشبع. هنقلب بقى المفروم بتاعنا كويس وهنفككه كويس جدا من بعضه. ممكن كمان تستخدمي الشوكة انك تفرفري فيها المفروم. هنزل عليه بقى بسبع بهارات، فلفل اسمر وملح، مش اكتر من كده. ما بحبش احط بهارات اضافية، ما بحبش احط فلفل الوان ولا اي حاجة تانية، عشان ما اغيرش طعم العصاج بتاعي. انا عايزه عصاج يعني عصاج، اكل احس ان انا باكل لحمه مفيش اي حاجه متغيره فيها. ونقلب كده كويس جدا لحد ما تستوي معانا. طبعا انت ايدك فيها بتقلبيها وتوطي النار عليها، لان العصاج ما بياخدش دقايق يا جماعه. اهو بصوا العصاج استوى، هبتدي ايه اطفي النار عليه. تمام. هنا بقى البطاطس بتاعتنا كلها قشرناها. تقدري بقى تهرسيها بهراسه بايدهم بمج بكوبايه المتاح عندك. الطريقه اللي عايز تهرسي بها البطاطس بتاعتك، بس يفضل تهرسيها سخنه عشان تتهرس معاكي بمنتهى السهوله. طبعا مش هوصيكي لو وصلتي لحد هنا ما تخليش عليها بكومنت حلو ودعوه الحلوه، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي متابعه صفحه الفيس واشتراك في اليوتيوب ومشاركه الفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفيد. هنا بقى معانا بيضتين، ممكن تحطي بيضه واحده او بيضتين حسب ما انت عايزه، اختياري، بس ممكن بيضه واحده تمام. هنزل عليهم بملح وفلفل اسمر وهرب البيض بتاعي كويس جدا. تمام. هنزل بالبيض دوت على البطاطس اللي احنا هرسناها مع معلقه من البيكنج باودر. معلقه البيكنج باودر او معلقه كربونات هتفرق جدا يا جماعه، هتخلي البطاطس هشه وايه وخفيفه جدا. ومعلقتين من السمنه مسيحاهم هنزل برضو على البطاطس بتاعتي. قلبي المكونات بتاعتك دي كويس جدا واستني، احنا لسه هنحط البهارات بتاعتنا، اوعي تمشي. هقلبها بقى كده عشان البيض تشرب من البيض والسمنه والبيكنج باودر. هنزل بملح وفلفل اسمر مش اكتر من كده. وشوفي بقى الريحه والطعم والجمدان والجمال. صينيه هتبقى جامده من الاخر. هقولك صينيه دي تكفي اسره كامله بقولك، وهتاكلي منها لما تشبعي، بس حاسبي على صوابعك. هنا بقى جبنا صينيه عندنا او البايركس او القالب او اي حاجه متاحه عندك، احط فيها حبه زيت صغيرين وانزل بنص كميه البطاطس. تمام. طبعا بقى هتعامل بايدي عشان اظبط البطاطس، اللي انتوا عارفين البطاطس بتلزق. الطبقه اللي تحت هحط نص الكميه واتعامل عادي، لكن الطبقه اللي فوق هتعامل معاها معامله الحجازيه. نظبط كده الدنيا ونبططها. هنزل بقى بالعصاج. شايفين كميه العصاج؟ بصوا كفت ووفت وقامت بالواجب، وما شاء الله كتيره مش قليله. بصوا ربنا بيبارك ازاي، البركه حلوه يا جماعه. طول ما الواحد راضي بكل حاجه بيعملها ربنا بيزيد له في البركه. هنا بقى هاخد جزء من البطاطس وهفرده بايدي، ويستحسن تكوني دهنه ايدك زيت عشان خاطر ما تسحبش اللحمه المفرومه وتطلع وكله يتلخبط على بعضه. جزء جزء كده بتحطي بايديكي وتفردي. وزي ما قلت لك لو دهنه ايديكي زيت ان شاء الله مش هتلزق في ايدك. ما خدتش مننا اكتر من 10 دقايق الصينيه دي. تمام. هننزل بقى بقيه كميه البطاطس كلها. حط حبه زيت كده فوق الوش كده وهدي عشان بتلزق بس كده، واظبط الدنيا. وكمان جيت اعمل بالمعلقه لقيتها ظبطت الدنيا خالص. تمسحي بقى كده حروف الصينيه عشان لما تدخليها الفرن.
بصوا احط معلقه سمنه من فوق الوش اهو. بعد ما عملت بايدي لقيت نفسي بالمعلقه كان الموضوع اسهل واحسن. ظبطت الحروف وظبطت من الوسط وبقت كلها طبقه واحده متساويه. طبعا انا مشغله الفرن عشان يسخن، وكل ما الفرن بيكون حامي كل ما حاجتك تبقى نتيجتها هايله. الفرن واطي بيمص الحاجه. بصوا بقول لكم، بصوا السمك بتاعها، بصوا بقى بالمعلقه لقيتها ظبطت معايا الدنيا. وبصوا الحروف وكل حاجه ظبطت. وهدخلها بقى الفرن سخن. وبصوا هتنفش ازاي. معلقه البيكنج باودر قامت بالواجب. تمام، شايفين شكلها. هنطلعها بقى من الفرن ونشوف اللون الجميل بتاعها. بصوا اللون الذهبي الجامد. طبعا هي سخنه انا بمسكها بالعافيه. شايفين من جوه بصوا ذهبي ازاي. فقلت كفايه عليها كده كده، اللون ده حلو قوي. تقدري بقى تجرنشها بحبه بقدونس، حبه كزبره، يعني المتاح عندك. كده كده انا باكل جنبها خضره. بصوا جامده جدا وريحتها فظيعه. تقدري بقى تاكلي جنبها طماطم وجرجير وفلفل مقلي. عايزه تعملي مكرونه، عايزه تعملي رز، اللي انت عايزاه. بس انا فضلت النهارده اكل بالعيش. بصوا اكله جامده وملهاش حل. اكله اقتصاديه، اكله موفره، اكله فيها بروتين، ما نقصناش اي حاجه. يلا بينا بقى نقطعها، رغم ان انا بقطعها سخنه. هتشوفوا شكلها عامل ازاي. يعني انا حتى ما استنيتهاش لما بردت. طلع بقى كده خرطه ونشوف الجمال والجمدان. بصوا شايفين من فوق وتحت الرق مش تخين، وهشه جدا وجامده. وبصوا ملهاش حل. طبعا وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي طبعا صفحه الفيس واشتراك لليوتيوب ومشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. ونسيت اقول لك الصينيه دي اسمها صينيه بطاطس بوريك. هي دي صينيه البطاطس البوريك الجامده اللي ملهاش حل. فقولي ايه رايك، وقولنا بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.